سويسي. بص يا صاحبي، انا دلوقتي احنا بنعمل واجهه، بنحط كابوتو ومعايا بيبي خلاطه وشغال في الواجهه. يعني انا بس احنا شغالين بنعمل كل حاجه في المعمار وكل حاجه في الصيانه في هنا، فاهم ازاي؟ فانا شغال يعني الحمد لله. انا ماشي بمبدا يا صاحبي، حب ما تعمل، عشان لو قعدت من الشغل مش هلاقي شغل. انا ما بقولش لا على اي حاجه. يعني لو قال لي دلوقتي قوم دلع الخلاطه ده اقوم ادلعها، اتشالي يا سوسه اقوم اتشالي، كسر يا سوسه اقوم اكسر، جرد يا سوسه اقوم اجرد. تعالى اشرب معايا في القهوه. بص يا صاحبي، هحسبها لك. انت دلوقتي راجل بتشتغل في الحلال، فربنا بيرضيك، والراجل ده ما بيقولكش على حاجه. يعني مثلا لا بتاخد لك 1900 يورو، وانت عشان تاخد 1900 يورو هنا مرتب في ايطاليا ما فيش الا معمار، او تكون صنايعي بقى في اي حاجه. يعني صنايعي بيتزا، صنايعي مطعم، صنايعي الحام، صنايعي ميكانيكي، الحاجات دي اللي فيها فلوس. انما هتشتغل في اللي بيقول لك اشتغل شغلانه حلوه ونظيفه، تشتغل في سوبر ماركت هتاخد 1200 يورو، هتشتغل لي بتاع هتاخد تاني 1200 يورو. الشغلانات دي ب 1200 يورو، 1300 يورو، ب 1000 يورو كمان يا جدعان. فانت عشان تكسب 1900 2000 يورو لازم تدعك عينك في المعمار. المطاعم فيها فلوس برضه، بس المعمار يعني دي ساعة راحة يا جدعان. الناس انا ساعة راحة باشا بطفة قهوة واخبط لي سجارة وما اشتغل. خليها على الله يا صاحبي، حب ما تعمل، عشان لو قعدت من الشغل ما فيش شغل وحياة ربنا. العيال ولاد خبلانة قاعدين عاملين قلبانة في الترمن وفي الدوم والدنيا خربانة.